السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنحل مع بعض كتاب الامتحان في الكيمياء. فدوت اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة للأسئلة الآتية. تعال نشوف هنحله ازاي ونبدأ ازاي. في دعاء بس بيتقال، تمام. اللهم انت فيه من النبيين حفظ المسلمين ميكة المقربين، اللهم اجعل سيدنا عامل بذكرك وقلوبنا بخشيتك وصنع بطاعتك انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. يلا بينا نشتغل ونقول. بادئين بسؤال سهل مش صعب. احنا النهارده جايين نفهم ازاي نحل بتاعت أسئلة التحليل الكيميائي فصل الباب التاني. ده كتاب كان مراجعة نهائية، تمام. وبنبدأ نحل الباب التاني فين في الكيمياء يا جماعة. دلوقتي السؤال الأول بيقول أي من الأنيونات الآتية لا يكون راصب مع محلول نترات الفضة. نخش على الزوم ونبدأ واحدة واحدة. اللي ما بيفهمش واللي مش فاهم كيمياء هنظبط معاه الدنيا. اسم الرمز ده نترات الفضة. NO3 اسمها نترات مش نيتريت. نيتريت تبقى 2 N2 NO2. نترات الفضة عارفين ان هو كاتيون. عرفت ازاي يا مستر من ال NO3؟ عرفت ان هو ايه؟ كاتيون. اوكي يا مستر. طيب هي الشحنة بتاعت النترات، تمام، مالها بالسالب وتبقى واحد، تمام. وديت بتاعت الفضة بتبقى موجب وتبقى واحد، لان ده شق موجب وده شق سالب. دي مراجعة يوم الامتحان، تمام. وبنحل كتاب الامتحان، تمام. ديت مؤدبا انا بسبق الاحداث عشان لما يجي الامتحان بتاعك، تمام، او بالمراجعة يبقى انت في فيديوهات معتمدة، تمام، هتقدر تشتغل عليها. مديني في الاختيارات عندي ايه؟ مديني رقم واحد بي كربونات HCO3 اسمها بي كربونات. انت ماسك ورقة وقلم وكل حاجة بتكتبها عشان بكتب في الزوم انت كمان بتشتغل. اسمها بي كربونات. طيب البي كربونات هياخد عند الفضة ويصبح بي كربونات الفضة. بي كربونات الفضة انا قلت ليه؟ ان دي سالبة تبدأ تتفاعل مع الموجب عادي، تمام. ويصبح ان اسمها AG، اوكي، تمام، HCO3، تمام. هنا كده واحد بالسالب وهنا كده واحد بالموجب، فاسمها ايه؟ بي كربونات الفضة. الموجب بيتكتب الاول في الشمال والسالب بيتكتب بعديه في اليمين، تمام. كده الدنيا ايه؟ فل 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 فل. احنا بقى عارفين ان جميع املاح، اكتب كده عندك جميع املاح. انا ما يهمنيش الحل بتاعها ايه، يهمني انا استفدت ايه، تمام. عشان واحد يقول لي حل لي دي وحل لي دي وحل لي، وانا مانع ان حد يبعت لي سؤال احله، تمام. فانا اهم حاجه عندي ازاي تفهم، عشان في الامتحان مش هتقول لي مستر حل لي ديت، لا، انت بتفهم عشان تعرف تروح تحل، تمام. وصلت المعلومه دي؟ جميع الاملاح ومنها البيكربونات. يا جماعه دوت انا بقول ان جميع املاح البيكربونات بتبقى قابله للذوبان فين؟ في الميه، في الماء. فهو بيجي يسألك السؤال ايه روح شوف السؤال ايه. هو بيقول لك اي من الانيونات، تمام، التالية لا يكون راصب. الذي لا يكون راصب. كده عندي الاختيار الصحيح ايه. طيب بي بيقول لي بقى ايه؟ ايونات البي ار اسمه بروميد. انيون البروميد يبدأ ياخد عند الفضة ويبدأ يكون عندي راصب ابيض ايه. او تعالى نعملوها اهو. هجيب الاي جي مع البي ار. هو قال لك هنا سالب واحد، تمام. هو قال لك ان هو سالب واحد، وده كده معروف ان هو بواحد، يعني واحد واحد. اسمه بروميد الفضة. ده كده راصب. ليه؟ لان الفضة في وجود الفضة، تمام. هنا برضه في فضة بس HCO3 دوت ما بيتحطش. قال لك ايه؟ ده ملح. جميع الاملاح بتاعت بتاعت بيكربونات، تمام، قال لك تذوب في ميه. فكده ذابت في ميه، تمام، فهيدينا راصب لانها بقت في ميه. فبقت في ميه كده بقاش راصب. اما الفضة ما يترصب، تمام، مفيهوش ميه، اوكي، شبه ده يتكون راصب. الراصب ده بيبقى راصب ابيض مصفر، اسمه ايه؟ بروميد الفضة. واس معناه ايه؟ راصب. قالك بيصبح ايه؟ يصير داكنا عند ايه؟ تعرضه للضوء، تمام كده. قالك كمان يذوب ببطء في محلول النشاد المركز. يذوب ببطء في محلول النشاد المركز. يعني كده دلوقتي الاي جي بي ار ده راصب. يبقى انا عندي دوت ابدا ايه؟ استبعده، تمام. ودوت اللي ايه؟ اللي صح. دي الاجابه الصح اللي عندي. خلاص يا مستر احنا فهمنا وعرفنا الحل. لا، انا عاوز
عايز بشرح، بشرح بعمل مراجعة. طيب سي بيقول لي ايه؟ CO3 اسمها كربونات وايه تكافؤها ثنائي بالسالب. ليه؟ لانها كاتيون، والكاتيون بيبقى السالب. اروح اتفاعل مع مين؟ مع الانيون. الانيون اللي هو اسمه الاي جي فضة. يبقى انا دلوقتي عندي الفضة هتروح مين؟ الكربوناتي، ده موجب وده سالب. تعالى نعمله الكلام ده على الزوم. الاي جي CO3 ده تكافؤه ثنائي وده تكافؤه احادي. احنا عارفين الكربونات لا تذوب في الماء، دي تذوب في الماء، فكده ما تكونتليش ايه؟ راصب لا، او راصب لا. دي هتكون لي ايه؟ طبعا راصب. تمام، انها ايه؟ مالها؟ لا تذوب في الماء، فما عنديش ميه، فكده اصبح عندي ايه؟ راصب. كربونات الفضة تمام لا تذوب في الميه ما عدا كربونات الصوديوم، كربونات الايه؟ البوتاسيوم والامونيوم. بروح اكتب كده تمام ملحوظة: جميع كربونات الفلزات، فلز لا تذوب في المية، متدينيش مية، ما عدا كربونات الصوديوم تمام وبوتاسيوم والامونيوم. كربونات كلهم من الصوديوم، بوتاسيوم، الامونيوم. فدي كونت لي راسب، فسي تبقى ايه؟ غلط. تمام، يبقى انا كده استبعدتها. لازلنا بنراجع، هنخشه هيكون لي اي جي تمام مع اخر حاجة كانت الفوسفات اللي هي رمزها BO 4. تمام، وقال لك ان ديت عارفينها ان دي تكافؤها ثلاثي تمام ودي تكافؤها ايه؟ احادي. هنشوف السؤال كده، ادي السؤال اهو. دي يبقى انا استبعدت دي واستبعدت دي واخترت دي. طيب طالما اخترت دي انت بتقول باقي ليه؟ عشان احنا بنراجع وكمان عاوزك تطلع مستفاد. طيب ده اسمه ايه؟ فوسفات الفضة. راسب ولا مش راسب؟ طبعا راسب. طيب لونه ايه؟ لونه يبقى ده كده اسمه راسب. ماله يا عم؟ اصفر اللون. الراسب الاصفر ده لا يذوب في ايه؟ في محلول النشادي اللي ماله؟ طبعا المركز. بنراجع ها. يبقى خانة رقم 4 برضو ايه؟ استبعدناها. ده كان حل السؤال الاول. تمام، هنزله في الجروب وهنحل ايه؟ ونزله على اليوتيوب وحل السؤال التاني. تمام، مراجعة في الباب التاني.